في الجزء التاني من القصة اللي محدش كان متوقعها، بنكمل معاكم اللي حصل بعد ما إعصار خطفت غرغر الغراب النوحي وطارت بيه بعيد. يمكن يكون ده الجزء الأصعب والأكتر حزن في رحلتنا مع إعصار وغرغر الغراب النوحي. بعد ما شفنا في الجزء الأول إزاي إعصار خطفت غرغر وسط ذهولنا وطارت بعيد، كل اللي كان في بالنا وقتها إزاي نلحقها بسرعة قبل ما يحصل له أي أذى. جرينا وراها بأقصى سرعة لحد ما وصلنا الجبل التاني، والحمد لله كان لسه في أمل. شفناها من بعيد وهي واقفة ومعاها غرغر. اللحظة دي كانت مليانة قلق وتوتر، كلنا كنا بندعي إننا نوصل بدري وننقذه. لكن للأسف وصلت متأخر، الكارثة حصلت بالفعل. إعصار كانت خلصت على غرغر وأكلته. المنظر كان صعب جدا، وقفت لحظة صمت رهيبة وكنت واقف مش مصدق اللي حصل. اضطريت إن أنا أمسك إعصار وبرقعها عشان أسيطر على الموقف، ومعايا بقايا غرغر اللي كنت عايز أرجعها لكرولوس. جماعة، كرولوس كان بيدرب غرغر وإعصار هجمت عليه وخطفته وبعدت خالص، وزي ما انتم شايفين كده موتت غرغر. ولما رجعنا الجبل تاني، كرولوس كان مستنينا وكله أمل إننا نرجع بغرغر صاحي، ولكن للأسف ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. بعدين استلم اللي باقي من غرغر وكان قلبه مكسور بشكل واضح، لكنه رغم الألم قرر يعمل حاجة مؤثرة جدا. صمم إننا نكمل تدريب إعصار وكان هو المصور، وبعدين ننتقل لمرحلة دفن غرغر في أرض التدريب. مشهد كان مليان مشاعر وحزن، لحظة وداع حقيقية لطائر عاش معانا لحظات جميلة وكان دايما بيمتعنا بتحويمه وطيرانه.
لا غرقر كان بيسيح ولا حاجة، ما حدش عارف دهنتهم. فيها امن دولة دي. والله فيها حبس. ما انا معاه والله معاه وجايبك وجايبها. هتطلع اهي. جهزك ناحيتها. بعد ما خلصنا تدريب في اليوم ده، الجو كله كان مليان صمت وحزن، لكن في الآخر قلنا قدر الله وما شاء فعل. خسارة غرغر كانت صدمة كبيرة، بس احنا مؤمنين ان ربنا هيعوض كورولوس بطير جديد وهيكمل معانا المشوار في موسم 2025. الفيديو ده مش مجرد يوم مع الطيور، ده درس حقيقي عن الحياة وعن قد ايه كل لحظة ممكن تتغير في ثانية. النهاية كانت مأساوية، لكن الأمل لسه موجود والمغامرات مستمرة. وزي ما الغراب كان أول معلم للإنسان وعلمه إزاي يدفن، دلوقتي في اللحظة دي كورولوس بيدفن الغراب بتاعه.